السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض الترند اللي مكسر الدنيا بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهقول لكم ازاي تطلعوه احلى من اللي بتشتروه من بره بكتير جدا، وكمان ازاي تطلعوا كمية كبيرة جدا من كيكة الهبة، وهقول لكم كمان ازاي توفروا وتعملوها بأقل الامكانيات. النهارده هنعملها بسعر قطعة واحدة بس حقيقي من اللي بتشتروها من برا، وهتنبهروا بالنتيجة. تابعوا معايا الفيديو ويلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. في البداية معايا كده 1.5 كوباية من السكر بضيفهم في الخلاط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سكر متعدد الاستخدامات، ممكن يكون سكر ابيض او بني زي ما انتوا حابين. بنزل عليهم بعدد بيضة واحدة بس متوسطة، وكمان علشان خاطر الزفارة بتاعة البيض وهشاشة الكيكة بضيف معلقة صغيرة كده من الخل وكيس من الفانيليا، وبخلط كل المكونات دي كويس جدا مع بعض في الخلاط. في حلة بقى كده على النار بضيف 1.25 كوباية من المية، مية عادية جدا، وعليها بضيف 2 معلقة كبار من النسكافيه يكون سريع الذوبان، وعليهم 1.25 كوباية من الزيت. وبرفع كل المكونات دي على النار تغلي كويس جدا على النار، وبعد كده برفعها. احنا بنستخدم الخليط اللي احنا عملناه ده لازم يكون مغلي كويس جدا. بعد كده معايا هنا 1.5 كوباية من الدقيق، وعليهم نص كوباية من الكاكاو الغير محلى، وضفت عليهم كيس من الكيك شيف. انا بستخدم كيك شيف مش بيكنج باودر، والنقطة دي مهمة جدا علشان خاطر بيفرق معاكم في القوام بتاع الكيك. بنزل بقى بالخليط اللي احنا ضربناه كده في الخلاط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الخليط بيبدأ ان هو يكتل منكم كده زي ما انتوا شايفين، لان احنا لسه ما حطيناش السوائل. السوائل بقى بتكون غليت معايا على النار. بضيف كده اول كوباية بالتدريج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان خاطر بس افك الكيك كده معايا، واتأكد ان هو ما يبقاش فيه اي تكتلات كده معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقلب بسرعة كده بالمضرب اليدوي، ما ينفعش ابدا ان انتوا تقلبوا بالمضرب الكهرباء، لا قلبوا بالمضرب اليدوي كده، ما بتكملش معاكم 3 دقايق بالظبط. وبعد كده بضيف بقى تاني كوباية مرة واحدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبقلب برضو. شايفين الخليط معايا بيكون سخن ازاي؟ ما تقلقوش جدا من الخطوة دي، بالعكس هيطلع معاكم الكيك هشة جدا ومظبوطة 100%. هو ده بقى القوام اللي احنا عايزينه. القوام بتاع الكيكة ما بيكونش تقيل، بيكون خفيف كده شوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، على غير المعتاد اللي احنا متعودين عليه. هو ده القوام المظبوط. بعد كده بيكون معايا بقى صاج مقاس 40 في 40، بدهنه دهنة خفيفة خالص كده من الزيت، وبعد كده بحط عليه ورق زبدة علشان خاطر بس اتأكد ان الكيك ما يلزقش معايا في الصاج. وبنزل بقى بكل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. انا بحطه في مقاس صاج يكون كبير شوية او صينية تكون كبيرة شوية، علشان خاطر انا مش عايزة الكيك بتاعي يرتفع، مش عايزاه يكون عالي معايا، عشان خاطر ما اضطرش ان انا اقسمه على 2. هنا بصوا كان بجد الكيكة اقل من ربع الصاج كمان، علشان خاطر هي طبعا هتترفع معايا لنص الصاج. بديله بقى خبطتين 3 كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دخله الفرن بياخد معاكم من 15 ل20 دقيقة، مش اكتر من كده. وبيطلع معاكم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيخش رف اوسط على درجة حرارة 180. بعمل له اختبار زي ما احنا متعودين بالخلة او بالعود بتاع الشيش طاووق. اول ما بيطلع معايا ممسوح بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، يبقى كده خلاص الكيك بتاعي استوى تماما. بسيبه بقى لحد ما بيبرد حوالي نص ساعة، وبعد كده ببدأ ان انا اشكله بقى في الاطباق بتاعتي. الكيك بتاعي انا قطعته 13 قطعة، يعني بيعمل معاكم كمية كبيرة جدا، وكمان الطبق اللي بتعملوه بيكون مشبع جدا. بعد كده معايا الكنافة بتاعتي بقى، بطلعها كده من الفريزر على طول بتكون مجمدة، وفي الكبة بقى على طول ببدأ ان انا افركها بايدي كده حاجة بسيطة. والكبة بقى بكمل فيها ان انا اضرب الكنافة بتاعتي علشان خاطر اخليها ناعمة. والخطوة دي بجد بتسهل عليا كتير جدا، عشان خاطر اطلع الكنافة بالشكل المظبوط اللي انا عايزاه. بس لازم تكون الكنافة بتاعتكم مجمدة ومطلعينها على طول من الفريزر، لان لو فكة معاكم مش هتندرب معاكم بكل سهولة وهتغلبكم جدا. فالكنافة كده خلوها اخر حاجة تطلعوها وهي مجمدة كده على طول تطلعوها عشان تنضرب. حطيت نص الكمية، انا كان معايا نص كيلو من الكنافة، ضفت كده ربع الكمية الاول، بعد كده ضربتها طلعت معايا بالشكل ده. بعد كده ضفت الربع التاني، بتتقسم معايا على مرتين. لو الكبة بتاعتكم كبيرة هتضيفوا الكمية كلها مرة واحدة. بعد كده ضفت عليها كوباية كبيرة من السمنة البلدي، او ممكن تستخدموا اي نوع سمنة انتوا بتستخدموه، بس شرط اساسي تحطوا كده 3 معالق او معلقتين
معلقتين كبار من السمنة البلدي، لأن دي بتنقل معاكم طعم الكنافة في حتة تانية خالص، وبتعلي كمان معاكم التست جدا. طب ينفع تضيفوا زيت ولا لأ؟ ممكن تضيفوا نص الكمية زيت والنص التاني تضيفوه زيت، بس طبعا يستحسن ان انتوا تضيفوا الكمية كلها سمنة علشان خاطر يخلي اللون بتاع الكنافة بتاعكم كده موحد ويكون طعمه مميز زي اللي بنشتريه من المحلات واحلى كمان. انا هنا ضفت 3 معالق كبار من السكر على النص كيلو من الكنافة، وبمكس بقى كل المكونات دي كده مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ضروري جدا ان الكنافة تتغلف كويس جدا بالسمنة، وبدخلها الفرن بقى لمدة نص ساعة. كل 5 دقايق كده بفتح الفرن وبقلبها علشان خاطر كلها تاخد لون واحد. والخطوة دي مهمة جدا ان انتوا تقلبوها باستمرار. بتطلع معايا بقى من الفرن بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده، لونها ذهبي ومقرمشة. معايا هنا بقى نص كوباية من صوص البيستاشيو، بحلها بايه؟ بنص كوباية من الزيت. يعني لو انتوا هتستخدموا نص كوباية من البيستاشيو يبقى هتحلوه بنص كوباية من الزيت، وبكده هيعمل معاكم كوباية كاملة. لو هتستخدموا ربع كوباية من البيستاشيو خففوه بربع كوباية من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. القوام بيخف معايا كده بقى بالشكل ده، لان طبعا القوام بتاعه بيكون تقيل جدا، فبخفه بالزيت على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيطلع معايا بقى القوام بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. اي نوع انتوا بتفضلوه هاتوه، بتجيبوا اي نوع من السوبر ماركت بيكون متاح، وده بيكون الشكل بتاعه. بعد كده بقى ببدأ ان انا اجيب الكنافة اللي احنا حمرناها واضيف عليها كده الصوص بتاع البيستاشيو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسيب طبعا شوية صغيرين كده حوالي 4 معالق علشان خاطر التزيين في الاخر، وبقلب بقى الكنافة كده مع الصوص بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. برضو بغلف الكنافة كويس جدا بصوص البيستاشيو. لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تقولولي بتتابعوني منين، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. الكيكة بتاعتي بقى قسمتها زي ما انتوا شايفين كده، وقلت لكم في بداية الفيديو ان هي اتقسمت معايا على 13 قطعة بالظبط. انا قدمتها في الاطباق دي، وعايزه اقول لكم ان الطبق بيكون مشبع جدا. عايزه اقول لكم كمان ان انتوا ممكن تعملوا الكيكه دي وتعملوها كمشروع ليكم، هتبقى فكره مربحه جدا. وتشوفوا التكلفه اللي انتوا عملتوها، وبعد كده بقى تبداوا ان انتوا تقسموا الربح بتاع كل علبه على حسب الامكانيات اللي انتوا استخدمتوها في الوصفه. هنا بقى معايا كوباية من اللبن، وأضيف عليها معلقة كبيرة من الكاكاو المحلى أو النسكويك، وكمان معلقة كبيرة من السكر أو العسل. بقلبهم كويس جدا، وبعد كده ببدأ بقى كده على كل طبق أضيف كده معلقتين كبار علشان خاطر أسقي الكيكة بتاعتي. والخطوة دي اختيارية، بس أنا عملتها عشان خاطر الكيك يكون طري معايا كده أكتر، لأن الكنافة طبعا هتكون مقرمشة. ودي بقى السر هنا، إن انتوا بتاكلوا طبقات كده من اللذاذة، عبارة عن طبقة كيكة كده طرية، وكمان فوقيها طبقة من الكنافة كريسبي كده ومقرمشة، فبتديكم بجد إحساس كده بالمتعة. بعد ما سقيت الكيك بتاعي بقى كده ببدأ ان انا اضيف الكنافة بالبيستاشيو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبحاول ان انا اسويها كده على قد ما اقدر. طبعا انتوا ممكن تستغنوا عن الحركة دي وما تضيفوش الكيكة بتاعتكم في اطباق، ممكن تسيبوها زي ما هي في الصاج وتضيفوا عليها برضو الكنافة، وبعد كده تضيفوا صوص الشوكولاتة زي ما انتوا حابين وتقطعوها وهي في الصاج. انا حبيت ان انا اقدمها كده زي بتاعة المحلات. اكتبولي بقى رأيكم في الكومنتات. بعد كده بيكون معايا صوص شوكولاتة بيتجاب جاهز، وبرده ممكن اخففه ب4 معالق كبار كده من الزيت، وبسخنهم على حمام بخار. بوزع برضو الشوكولاتة كده زي ما انتوا شايفين، بعد كده بوزعها بالمعلقة. واخر حاجة بتكون صوص البيستاشيو زي ما انتوا شايفين. ممكن تزينه بشوكولاتة بيضة، ممكن تزينه بصوص كندر، اي صوص انتوا حابينه زينه بيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتعمل معاكم بقى كل الكمية الخطيرة دي. عايزة اقول لكم بجد عبارة عن طبقات من اللذاذة، طعمها حلو جدا. لو جربتوا ان انتوا تعملوها مرة مش هتبطلوا تعملوها ابدا من حلاوتها. هستنى بقى ان انتوا تجربوا كيكة الهبة على طريقتي وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. وما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.